حلو جدا يا دكتور. انا دلوقتي شايف نفسي عندي اغلبيه الحاجات دي، واتفتحت بوزيشن او اتفتح اسسمنت في الشركه. حضرتك انا قدمت، والكي بي ايز او الريكويرمنت اللي هم طالبينها تنطبق عليا، وعملت الاكسرسايز بتاعي بنفسي اللي بنسمعه كتير، وجبت كيس ستاديز كتير وذاكرتها، ورحت لمديري قلت له تنصحني بايه قبل ما اخش الاسسمنت. اكيد المدير مش هيغششه الاسسمنت لو كان هو في البانل اصلا. فلو حضرتك المدير ده وجاي لك زميل ريب بيقول لك احنا في اسسمنت وانا اشتغلت على كذا وكذا وكذا فيا، واعمل ايه قبل الاسسمنت، حضرتك تنصحه بايه؟ طيب، هو السؤال ده is a very tricky question، بس انا مم. عايز ارجعه لاصله، اوكي. اللي هو علشان تخش وتبقى مستعد ان انت تترقى لازم تتوافر شوية عوامل كده مم. ان انت اشتغلت فيهم الشغلانة. قلنا البيزك بتاعتهم مم. ان انت تكون متحقق التارجت. تمام. طيب، الثلاث عوامل دولت هو بيقول ان العلم بيقول ان انت في اي شغلانه لما بتيجي تشتغلها الامباكت اللي هيعمل لك ديفلوبمنت ويخليك تترقى بيبقى واقع في ثلاثه كاتيجوريز. الامباكت بتاعهم بالظبط كده 70 20 10. الكاتيجوري الاولى اللي هي 70 اسمها اكسبيرينس، والكاتيجوري الثانيه اللي هي 20% من الديفلوبمنت اسمها اكسبوجر، والكاتيجوري الثالثه اللي هي بتمثل 10% من الامباكت على الديفلوبمنت بتاعنا اسمها education.